السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله. فيديو جديد ان شاء الله عاوتاني وفكره جديده ان شاء الله وبعض النصائح اللي حسيت براسي انهم خصهم يكونوا عند الايام. زعما نكونوا كنحاولوا نطبقوهم ولو غير شويه. وإلا كان كيعجبكم الفيديوهات ديالي اولا كيعجبكم المحتوى ديالي ديروا لي لايك وما تنساوش ديروا لي سبسكرايب. اوكي، ورمضان مبارك مجددا. بما خرج رمضان، حنا باقي في رمضان، خصني نقولها لكم. وشكرا على التعليقات ديالكم اللي كيديروا لي لايك. شكرا للعائله، شكرا صحباتي، شكرا كاع الناس اللي كيشجعوني، شكرا لكم بزاف والله يسهل علينا كاملين يا ربي. نخليكم مع هذا الانترو. اليوم ان شاء الله غادي نحاول ندوي لكم على واحد 4 ديال اهم ديال الحويجات او الهوايات اللي خصهم يكونوا عندنا حنايا كبنات اولا كعيالات، اللي خصنا نخدموا عليهم يكونوا عندنا ولو غير بالامكانيات بسيطه ولا بداك الشيء اللي تقدر عليه واللي كيعجبك. اهم حاجه حيت الا كتعجبك ديك الحاجه فراس نيشان كتكملي فيها وكتمشي فيها مزيان. فغادي نعطيهم لكم في 4 ديال المجالات في الحياه ديالنا حنايا كناس. وهاد 4 د الهوايات خصهم يكونوا كيشملوا الجانب الجسدي ديالنا والجانب تطوير الذات ولا الجانب النفسي وبجانب الابداع والمتعه ديالنا ولا داكشي اللي كتقدري تبداي فيه مثلا. وغنعطيكم الامثله كذلك مع كل مجال، غنعطيكم الامثله ديالو وانتيا غادي تشوفي راسك شنو الحاجات في هذا الشيء كامل اللي كتقدري تقنيهم. وعاد زيد المجال الرابع وزيد على المجال الرابع اللي هو اللي خصك تكوني ضروري تكوني كتخدمي عليه، شي حاجه اللي تكون ماليه، شي حاجه شي مصدر دخل، شي حاجه تكون كتدخل لك الفلوس ولو فلوس قليله. مهم كما كانت، مهم كتعرفي تدخلي فليسات منك لراسك. سواء كنتي خدامه راه مزيان، ما تحتاجيش. انا كندوي على الناس اللي ما خدامينش ولا البنات اللي باقيين كيقراو اولا الناس اللي كيكونوا غير جالسين في الدار. ممكن دابا من الدار يجيوك الفلوس، لا عرفتي كيفاش تستغل هاد التكنولوجيا وهاد وسائل التواصل. وطبيعه الحال غادي تستغل تمشي الحاجات اللي حلال، تمشي ديري لينا شي شعواده ولا تمشي تبيعي لينا داك الشيء ديال اللي ولاو كيطلعوا ليا بزاف مؤخرا ديال اش كيقولوا لهم صحابات الطاقه ولا صحابات الروحانيه ولا انا شريفه ولا هادو ولاو كيطلعوا ليا بزاف. انا كنبقى نشوف المشكله كيعطيوهم الناس الفلوس وكيعطيوهم الناس الذهوبات، كنبقى غير نشوف ودي وراجل كتعطي تصيفطي ليه يا اختي عندك مشاكل وقادره تشري سلسله ديال راتكو ب2 مليون، راه اختي راه شنو المشاكل كاع عندك؟ من المشاكل كاع عندك وانت قادره تشري سلسله ب2 مليون وتعطيها لواحد باش يعطيك وصفه. المهم انا كندوي مجالات، غنعطيكم مجالات اللي تقدروا تكسبوا منهم الفلوس في هاد الوقيته وفي هاد العصر ديالنا. وانا المهم ما ندويش من تجربتي الخاصه ابدا، انا باقي انا براسي باقي يلاه كنبني في راسي. المهم ندوي لكم عليه اللي هو الجانب البدني. بالنسبه للجانب البدني ضروري تكوني كديري وحده من هاد الرياضات اولا تكوني كتقدري ديريها والله يجعلك ديريها غير في الدار. المهم ماشي ضروري عندك امكانيه تمشي ديريهم، راه كنتي محظوظه مقارنه بزاف ديال الناس. فانتوما غتختاروا الرياضه اللي تقدري تكوني كديرها في الدار، مثلا بحال المرونه اولا الفليكسيبيليتي اللي كنعطي فيها برامج انايا وغنعطيك برامج وتجبدي فيهم الجسم ديالك. كل مره كتشد نخيصه هنا، بحال اليوم انا فقت الصباح شداني ف هذاك اسفل لوح الكتف، هذاك المسكل اللي كيبقى يتشد لينا من هنايا كيقولوا ليه الابهار يمكن انا من الابهار. فهذاك باش حليت داك المشكل طبيت على تمارين المرونه لهذاك المشكل فدرتهم صافي الحمد لله فاتني الحال. باقي كنحس به شويه ولكن فاتني الحال. ما تسنيت حتى شي واحد يدير ليا ماساج، ما تسنيت حتى شي واحد يجبدني ولا نقلب شي واحد يحك ليا ولا يمسد ليا. انا مسد راسي، عندي ايديا كنقدر نتحرك ماشي مشلوله، فممكن تجبدي راسك. فمن هذا الرياضات اللي قلت لكم اللي انا كنقدم فيهم البرامج وكنعاون العيالات انهم يديروهم هو هاد التمارين المرونه اولا تمارين الفليكسيبيليتي اولا ماشي اليوغا. ماشي اليوغا،
غير فليكسيبيليتي، تجبدي راسك. كنتي كاع كديري لاصال اولا كديري تمارين المقاومه، فراه هذه ما فيهاش نقاش، خاصك تكوني كتخصصي واحد شويه ديال الوقت لتمارين المرونه باش ما توليش مشكرفه، وبقوه الميسكل اللي كتولي تكبريهم ما كتبقايش تولي كتفقدي المرونه ديالك وكتولي اكثر عرضه للاصابات. هذه من احدى الرياضات ديال المرونه، زعما الرياضات اللي ممكن تكوني كديريهم. وما كاينش غير المرونه، كاين الجري. الله يجعلك تكون هي كتخرجي الصباح اولا كتخرجي العشيه قبل مورا العشاء يا ربي، كتخرجي ديري شويه ديال لا مارش ولا شويه ديال الجري. كاين البيلات، عندك الامكانيه تمشي ديري تمارين زعما الرياضات ديال الفنون القتاليه من احسن الرياضات انا بالنسبه ليا. وممكن تبدايهم غير في الدار، كاين اليوتيوب كطابي اي رياضه كتعجبك، البوكس، تيكواندو، وجيبي الماتيريال اللي كتحتاجي، البيسه اللي كتحتاجي، وبداي تعلمي في الدار. ماشي ضروري يكون عندك لاصال، يا ربي غير تعرفي تدافعي على راسك. كاين الجمباز، كاين البيكالا، كاين البيلات، كاين اليوغا، كاين راه كاين السباحه كذلك. راه كاينين بزاف ديال الرياضات صراحه اللي ممكن حنا كبنات نكونوا كنقدروا نديروهم. من ناحيه الجانب البدني ولا الجانب الجسدي ضروري تكوني كديري وحده في هاد الرياضات، ماشي كلهم وحده تكوني تركزي فيها وكتعطيها وقتها. وبالنسبه لجانب تطوير الذات اولا العقل اولا النفسي، فراه ضروري تكوني كتطوري راسك من هاد الناحيه. كيفاش؟ سواء انك تكوني كتصنتي البودكاستات ديال المشاكل النفسيه اللي كتكوني كتعاني منهم، مثلا التعلق، انني كنسمح للناس يتخطاو الحدود ديالهم معايا. هذا غير بودكاست اللي كنتي ما كتساليش تقراي كتوبه، تصنتي البودكاست. كان عندك الوقت وعندك الكتوبه، فممكن تقراي كتوبه ديال تطوير الذات اللي كنت شاركت شي وحدي فيهم، ماشي بزاف صراحه، ماشي بزاف، ما شاركتش بزاف. الشطرنج هو زوين، اللي كيعرف يلعب الشطرنج راه واعر في التنميه ديال العقل ديالنا وفي تطوير العقل ديالنا ولا التفكير ديالنا. كاين ايضا مثلا الدراسه، يعني غير تكوني كتقراي شي تخصص مثلا تخصصتي فيه واختاريتيه بحب، اهم حاجه يكون كيعجبك، فراه كتكوني افضل زعما مقارنه بلا غير تفرض عليك ولا جابتو لك الظروف. تكون من النقاشات، تكوني ديروا جروب ديال البنات هكا ولا جروب ديال الناس اللي مثقفين في واحد التخصص ولا في واحد المجال، كتجلسوا تناقشوا وتعطيو الاراء ديالكم. هذا الشيء راه واعر، كتسمعي وجهات النظر ديال ناس اخرين، هادشي كامل كيعاون في التنميه ديال الدماغ ديالك. كيف قلت لكم هذا من ناحيه دبنا على الجانب البدني والجانب العقلي والنفسي والعملي. فكل واحد فيهم غادي تكوني كديري حاجه واحده. مثلا في الجري، في الجانب البدني غتكوني كديري لا مارش مثلا، كديري الجري وحده فيهم، ما ديريش ديري لا وحده فيهم راه مزيان. الجانب ديال النفسيه ولا العملي، فمثلا كتكوني داك النوع اللي كيتصنت البودكاستات بزاف اولا كتصنتي اولا كتقراي كتوبه، ايوا تكون كديري وحده فيهم راه مزيان. راه ما يمكن ديري كلشي، راه ما غادي تشدي حتى وحده فيهم، نورمال شديها وحده في كل مجال فيهم. دابا غندوز للمجال الابداعي والممتع اللي كتحس براسك كديريه وانت مستمتعه. مثلا كاينين بنات كيعجبهم الرسم، انت كيعجبك الرسم، بقاي في داك الرسم، حافظي عليه. هذاك الجانب الابداعي ديالك خص دارو يكون ديما حاضر معك، صافي. المهم كاين الرسم، كاين الغناء، كاين اللي كيعجبها الطيب اولا تخبز لي بيتزا ولا لي كيك ولا كاين اللي كيعجبها تنوض سميتو صوري داكشي وحطيه، ولا المهم ما تحطيش، المهم نتيا كيعجبك ديري ديك الحاجه نوضي ديريها. المهم كاين الكروشي، كاين اللي كيعجبها ديك تبقى ديرها تشدوك جوج مسامرات وتبقى تصايب شي حاجه. كاين اللي كيعجبها الطرز، كاين اللي كيعجبها التصميم، كل وحده فاش كيعجبها. المهم تكوني غير كديري وحده فيهم راكي غادا مزيان، وراكي غادي تحافظي على الصحه النفسيه ديالك والعقليه ديالك. وما كتكوني اغلبيه ما غتكونيش معصبه، حيت كتكوني ديما مخصصه واحد الوقت للحاجه شي حاجه اللي كتعجبيها، وحده من هادو، وحده من كل حاجه من هادو.
الجانب الرياضي تكون كدير الرياضه مثلا شي رياضه كتعجبك، والجانب العملي كتكون كديري شي حاجه اللي كتنمي الدماغ ديالك، وجانب الابداعي تكوني كديري شي حاجه اللي كتستمتعي بها. مثلا كتقادي داك انا دابا حاليا ولا جاني الهيت على الضفران، كيعجبني نقاد الضفران ونتعلم الفن الاظافر، ماشي التزواق ديال الاظافر انما نقاد الضفار ونبردو، وجبت ليه ماتيريال ديالو كامل. المهم انا حاليا كيعجبني داكشي دابا حبستو حيت رمضان. كل وحده فاش كيعجبها، كاين كيعجبها تغني، كاين اللي كيعجبها كل وحده فاش كيعجبها. مهم اهم حاجه تكوني كتقني وحده من هاد المجالات اولا كل مجال فيهم تكوني كديري وحده فيهم، راكي غادا مزيان وغادي تمشي مزيان في حياتك، وممكن يولي هو مصدر الدخل ديالك اولا مصدر الفلوس ديالك مستقبلا. الله اعلم تقدري تكوني معني غتضبطي وغتبدعي فيه وداكشي والناس تعجبهم خدمتك، فراه ممكن يولي مصدر دخل ديالك. ما تحقروش هاد المواهب هادو ولا هاد سميتو، راه بزاف الناس راه من الموهبه ديالو باش عايش، مثلا اللعابه ولا مثلا البنات اللي كيديروا هادشي ديال انستغرام حتى هما مثلا كانوا معروفين في شي حاجه ولا داكشي علاش تعرفوا ولاو كيجيو يخدموا ولاو كيعلموا ناس اخرين في هادشي بالفلوس بطبيعه الحال. هو المجال الرابع اولا الرابع اللي هو مجال اللي غيكون كتدخلي منه الفلوس اولا اللي كيجيبوا عليك مصادر الفلوس في هذا الوقت هذا. كاينين بزاف في هذا الوقت باش طرق باش تدخلي الفلوس، داكشي علاش بقوت ما ولاو بزاف وما قادرش تجربيهم كاملين، صافي وليت كتقولي لا ما كاينش الفلوس في هذا الوقت ولا صعيب الفلوس، مع انه الا تشديتي ودرتي بالك مع حاجه وحده فراه ممكن تدخلي فلوس. الشمس كتمشي وكتجي، ما فهمتش. من ضمن هاد الحوايج اللي ممكن يكونوا كيدخلوا عليك الفلوس في هذا الوقت هما الاعمال اليدويه اللي معروفه من شحال هادي، ولكن في هذا الوقت مع حتى الانترنت غادي يعاونك، ولا كنتي كتصوري داكشي بطريقه زوينه فراه ممكن تبيعي اي حاجه كتخدميها بيدك، سواء كتصايبي الكروشي، كتصايبي الماكله مثلا، كتصايبي ها بلاطوات ديال الحلوى مثلا، بلاطوات ديال لي صالير، داكشي. المهم داكشي كامل راه ممكن يدخل لك الفلوس لا عرفتي تسوقي ليه، داكشي علاش الجانب العملي مهم هنايا. منهم انك تمشي تدرسي التسويق، ماشي تمشي للمدرسه ديالو ولا كورس ولا التليفون وشوفي الطرق الاستراتيجيات ديال التسويق اللي ولاو خدامين حاليا. ومني كندوي على التسويق كندوي على الاي كوميرس اولا بيع المنتجات من الدار ديالك. ممكن تبيعي البيسات بيجامات وتصوريهم بشي ماركه، تلبسيهم لشي ماركه وتصوريهم وتديروا لهم فيديوهات واديتينغ وداكشي يكون زوين، تشوفي لي باج الواعرين الناس اللي سابقينك في هادشي، شوفيهم كيفاش كيبيعوا تانسبيراي منهم. اي حاجه ممكن تبيعها في هذا الوقت خاصك تعرفي غتبيعي وتكوني طبيعه الحال تكون مصداقيه في داكشي اللي كتبيعي، ماشي تبيعي الوهم ولا تبيعي الكذوب وتدخلي الحرام. لا حنا هنا تبيعي شي حاجه زوينه وشي حاجه اللي نقيه. اوكي من الحاجات اللي ممكن يكونوا كيدخلوا عليك الفلوس مستقبلا الا خدمتي عليهم مزيان اللي هو صناعه المحتوى. عندك تيك توك، انستغرام، كاين حتى سناب شات، كاين اللي كيخدم بسناب شات. المهم هادو كاملين هاد مواقع التواصل هادو اللي فيهم اللي ريل بحال هكذا كتبقى تسكرولي بحال هكذا، هادو كاملين ممكن تكوني كتدخلي منهم فلوس لا عرفتي كيفاش. ملي تكبري شي باج ديالك وتكون عندك واحد المصداقيه ويكون عندك واحد المحتوى زوين ونقي، فغيجيوك من بعد اشهارات، ودوك الاشهارات راه موراهم فلوس يساويها انهم يعني هذيك براسها راه خدمه. خصها تكوني معقوله، ماشي اللي جاب لك شي حاجه تنوضي تسوقي ليها، لا اللي جات عندك شركات القمر تنوضي تسوقي ليها. لا خصك تعرفي واش كتسوقي وداكشي اللي كتبيعيه جربيه عاد دوي فيه، حيت راه الصوره ديالك وجهك هذاك. على اي قلت لكم ضروري تكونوا كديروا شي حاجه تكون كتدخل عليكم فلوس. مثلا حتى يوتيوب حتى هو ماشي ضروري كاع تباني، كاينين فيديوهات ممكن تصوري تعاودي قصص، تعاودي مثلا التجربه ديالك في شي حاجات اللي بزاف الناس مثلا ما وقعوش لهم، شي حاجه غريبه عجيبه وقعت لك وهكا عود شي حاجه اللي من بعد غتولي تدخل عليك الفلوس. ما يمكنش شي حاجه ماشي من الديبار تشوفي منهم الفلوس،
ولكن انت عارفه وعندك ومتاكده بلي هذيك الحاجه خصها وقت باش تولي تجيب الفلوس، بحال كتستثمري الوقت ديالك الجهد ديالك باش من بعد يرجع لك بواحد العائد بواحد الدخل شهري اللي الناس راه كيوصلوا فيه في هذا الشيء ديال المحتوى. راه الناس كيوصلوا فيهم شي اثمنه راه ما شاء الله. ولكن زعما طبيعه الحال الاجتهاد راه من عام عامين يلا غتبدا تشوفي النتيجه. احسن انك دوزي 40 عام او 20 عام انت ما دايره حتى حاجه. الله ما صبري واحد 3 سنين 4 سنين ما غتشوفي حتى شي حاجه، ما تشوفي حتى شي نتيجه. احسن انك تشوفي راسك من هنا 40 20 عام ما عندك حتى حاجه، ومن تنقص لك الصحه وديك الساعه ما يكونش الجهد ديال تخرجي تخدمي، غيولي صعيب الحال. اللهم شي حاجه دابا كاينه اللي تبقى تدخل عليك فلوس واخا انت جالسه اولا انت ناعسه. كاينين بزاف قلبوا راه غادي تلقاو وغادي تعرفي راسك. داكشي اللي كتعرفي فيه راه ممكن يكون هو مصدر الرزق ديالو. وهذا ما كان، وهذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى يعجبكم وان شاء الله يعجبكم. بلا عجبكم ما تنسوش تخليو لي اللايك، تشجعوني بالاشتراك وتبارطاجيو مع الناس باش نكبر هاد لاشين هادي، وعطيوني افكار محتوى تاهم معايا باش نقدر نصور ان شاء الله، وتعطوني افكار حسن باش نصور لكم فيديوهات ان شاء الله اكثر. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، وشكرا لكم والسلام عليكم.